بونجور. هتكلم معاكم النهارده عن الاسباب اللي بتخلينا ما نرسمش او ما نبداش رسم او ان احنا نوقف اصلا ان احنا نرسم. كلام النهارده هيمشي على الديجيتال ارت او التراديشنال، مش فارق سواء كنا بنستخدم تابلت او بنستخدم ايباد او بنستخدم ورقه وقلم. اول مره تشوفوني انا منى مصطفى، رسمت كتب اطفال ورسم ديجيتال، واكتر حاجه بحبها ان انا اشارك رحلتي في تعلم الرسم مع الناس اللي حواليا. فلو مهتمين بالرسم والرسم الديجيتال وبرنامج بروكرييت وازاي نتعلم عنه اكتر، اعملوا سبسكرايب على يوتيوب وما تنسوش تعملوا فولو على انستجرام. اول سبب من وجهة نظري ان احنا بنحس ان احنا مش كفاية، ان احنا غير مؤهلين. دايما بنبقى مستنيين الابروفل يجيلنا من حد تاني غيرنا، زي مدرس او اهل او حد يقول لنا الله انتوا رسمكم حلو برافو كملوا، او ان احنا مستنيين شهادة تثبت لنا ان احنا بنقدر نرسم. انا بالنسبة لي وقعت في الحتة دي، كنت مقتنعة ان انا ما اقدرش ارسم، كنت مستنية ان انا يكون معايا شهادة او حاجة بتثبت ان انا ممكن ارسم او ممكن اتعلم الرسم. بس مع الوقت ابتديت اتخلص من العقدة دي، ومع الوقت ابتديت اخد الابروفل ده من نفسي. وطبعا لما بيجيلي كلام كويس من حد انا بثق في رأيه ده بيفرق معايا كتير. بس بقى المهم عندي هو نفسي في الاول، ان انا اكون شايفة التطور بتاعي يوم بعد يوم. تاني سبب بقى ان احنا مستنيين كل حاجة نكون بنعملها تكون بيرفكت، كل رسمة نرسمها تكون احسن رسمة في الدنيا واحسن رسمة احنا رسمناها. وده برضو مش هيحصل كتير، لان اغلب الرسومات بتاعتنا هيكون فيها غلطة او غلطات، وده شيء طبيعي ولازم نتقبله. مهم ان احنا نعرف ايه الغلطات بتاعتنا وان احنا نطورها بعد كده، بس الاهم ان احنا ما نرميش مجهودنا وما نشوفوش. كل رسمة حلوة بطريقتها حتى لو فيها ديفوهات. ومهم جدا ان احنا برضو نبطل شوية التفكير الكتير قبل ما نبدأ نرسم او ان احنا نتعلم حاجة او مهارة جديدة. ابننا بيخاف ان هو يتحط في البوزيشن بتاع المبتدئ او حد لسه بيتعلم حاجة وبيبقى خايف من الفشل. وبالعكس احنا عمرنا ما هنتعلم حاجات جديدة ولا هنطور من مهاراتنا لو ما فشلناش او غلطنا. وبرضو دي من الغلطات اللي انا بقع فيها كتير، وقعت فيها ولسه بقع فيها كتير، بس بحاول مع نفسي ان انا احسن منها. الاسباب المادية بقى، ظل اللي احنا فيه ده ما بقاش عندنا رفاهية ان احنا نرمي فلوس كده وخلاص في حاجة احنا عايزين نتعلمها ومش متأكدين احنا هنكمل فيها ولا لا. ومش هنكدب على بعض، سواء احنا بنرسم تراديشنال او بنرسم ديجيتال، فالادوات بقت غالية قوي، سواء تابلتس بقت غالية، سواء الادوات الرسم العادية برضو بقت غالية. بالنسبة لي الحل للموضوع ده ان احنا نبدأ بالحاجة المتاحة معانا دلوقتي. لو احنا معانا تابلت على قده، مش لازم نبقى مستنيين نجيب احدث اصدار علشان نبدأ باللي معانا. لو احنا عندنا ان شاء الله ورقة وقلم نبدأ بيهم ونحسن من مهاراتنا بيهم لغاية لما يبقى عندنا احسن ادوات ونقدر ان احنا نشتري احسن ادوات. برضو نقطة مهمة في الحتة دي ان احنا بنبقى عايزين نحط فلوس في حاجة هتجيب لنا دخل بعد كده، بس هيرجعنا برضو لنقطة الممارسة. عمرنا ما هنقدر ان احنا نشتغل بمهارة نص نص، لازم تكون المهارة كويسة كفاية علشان نبدأ نشتغل بيها وعلشان يجيلنا منها دخل، وده مش هيحصل من غير الممارسة ومن غير ما نطور من نفسنا. السبب اللي جاي ده اعتقد اغلبنا وقع فيه، مش قادرة اقول كلنا، بس شبه متأكدة ان 99.9 من الفنانين وقعوا فيه. السبب ده هو ان احنا بنقارن نفسنا بفنانين تانيين اعلى منا في المستوى من غير ما نقصد. مع السوشيال ميديا وإتاحة الفرصة ان احنا نشوف اغلب الاعمال الفنية بتاعت فنانين مختلفين بمستويات مختلفة، من غير ما نقصد بنقارن نفسنا بالفنانين دول. انا بقع في الموضوع ده كتير قوي، بس اللي بيفرملني ان انا برجع واقول لنفسي انا محتاجة ابص على شغلي اول لما بدأت وشغلي دلوقتي، واقارن نفسي بنفسي واشوف التطور بتاعي حتى لو هو قليل، بس بيفرق معايا كتير. قبل ما ندخل على السبب الجديد، ما تنسوش تعملوا سبسكرايب وابقوا روحوا اعملوا فولو على انستجرام. الوقت مع كل اللي احنا بنتحط فيه وكل المسؤوليات اللي علينا، سواء مذاكرة سواء بيت سواء شغل، بنحس ان احنا ما عندناش وقت وما بنلاقيش وقت ان احنا نطور من مهاراتنا. يا اما وقتنا رايح على شغل، يا اما وقتنا رايح على بيت، يا اما وقتنا رايح على مذاكرة. مش بنلاقي وقت ان احنا نطور من مهارة بنحبها او نطور من الرسم بتاعنا. حتى لو احنا مش شغالين في مجال الرسم بنحس ان احنا ما عندناش وقت ان احنا نتعلم حاجة جديدة.
مش هقول لكم ان احنا لازم نخلق لنفسنا الوقت، بس على قد ما نقدر ان شاء الله نخصص ساعة في الاسبوع نحدد فيها ان احنا نتعلم مهارة معينة علشان نقدر نطور من نفسنا. اخر سبب، وده بالنسبة لي السبب الاهم، وهو ان احنا شايفين اننا كبرنا خلاص ومش هنقدر ان احنا نتعلم دلوقتي حاجة جديدة ولا نطور منها، وخايفين من شكلنا قدام الناس وهيقولوا علينا ايه واللي حوالينا هيقولوا ايه، سواء قرايب سواء اهل سواء اصحاب. ابدا حاجة جديدة، طب ما الحاجة ممكن تكون شكلها مش حلو في الاول، هو انا هحط نفسي لسه في موضع ان انا ابقى لسه بتعلم حاجة وافشل فيها؟ ومفيش حاجة اسمها ان انا كبرت ان انا اتعلم حاجة جديدة. المفروض التعلم ده يكون حاجة في حياتنا لغاية اخر نفس فيها. انا عارفة ان علاقتنا مع التعلم مش احسن حاجة، بالذات في مصر والوطن العربي ما تعلمناش ازاي نحب التعلم، والتعلم بالنسبة لنا مرتبط اكتر بالمدرسة وبسخافة المدرسة وبالصحيان بدري وبالامتحانات والحاجات دي. بس محتاجين ان احنا نغير من ثقافتنا دي علشان فعلا نقدر ان احنا نتعلم ونطور من مهاراتنا اكتر. وبسبب موضوع الامتحانات والحاجات دي دايما بنبقى خايفين ان احنا نتعلم حاجة عشان ما نفشلش، بنبقى خايفين من الفشل. حقيقي لما ابتديت اتعامل مع ناس فاهمة في التعلم اكتشفت ان مفيش حد بيتطور وبيتحسن الا لما يفشل. مفيش حد هيتحسن لو ما غلطش. هعرف ازاي ان انا بتطور لو ما غلطتش وحسنت من غلطي ده؟ طبعا اغلبنا بيقع في الغلطه دي، ومش هقول لكم ان انا اكتر واحده شايفه ان انا ما بفشلش وان انا بضحك في وش المخاطر والحاجات دي. لا طبعا بفشل وببقى خايفه وببقى قلقانه ان انا اوري مهاره معينه جديده اتعلمتها، بس مع الوقت ابتديت يعني ازق نفسي كده واقول مش مشكله، يعني ايه اللي هيحصل؟ هفشل، ايه اللي هيحصل؟ دي اسباب انا شايفه ان اغلبنا بيقع فيها، وانا شخصيا وقعت في اغلبهم، وساعات بقدر ان انا اتعامل معاها وساعات بفشل ان انا اتعامل معاها، برضو هنرجع للفشل. مع الوقت قدرت اتعامل وقدرت اعرف ايه التكنيكس اللي بتمشي مع شخصيتي علشان اقدر اتغلب على الحاجات دي. قولولي في الكومنتات ايه الاسباب من اللي انا قلتها اللي انتوا وقعتوا فيها، لو عندكم اسباب تانية بتوقفكم ان انتوا تطوروا من مهاراتكم او ان انتوا تتعلموا الرسم. وعرفوني كمان ايه المواضيع التانية اللي انتوا تحبوا ان احنا نتكلم فيها، وما تنسوش تعملوا سبسكرايب على اليوتيوب وتعملوا فولو على انستجرام. اشوفكم على خير في فيديو جاي. باي.